الحلقه ديالنا ديال اليوم غادي يكونوا فيها ثلاثه ديال التحديات، ماشي مستحيله ولكن صعيبه، صعيب اي واحد يديرهم وحتى انا صعابين عليه، غير هو غادي نحاول نديرهم في هذه الحلقه. الشروط ديال هاد التحديات هو الا درتهم بثلاثه ولا درت غير جوج منهم راه مزيان، الا درت غير تحدي واحد ولا ما قدرت ندير حتى شي واحد عندكم عقوبه نتوما غادي تعطيوها ليا، خاصني نديرها ولا بد. اوكي، هاد التحديات منين جبتهم؟ حطيت لكم ستوري في الانستغرام قلت لكم فيه عطوني ثلاثه ديال التحديات ماشي مستحيله، صعيبه مستحيله يعني راه مستحيل نديرهم. من التحديات اللي خديت هو انني ناخذ واحد الاندومي والسيد شرط عليا انني ديك التوابل ديالها ما نديرهمش في الماء، يعني طيب ديك الاندومي ولا ما عرفتش سميتها وديك الحار ديالها نديروا معاها نيشان، هي يعني ناكل اندومي كامله حاره. هذا التحدي الاول. التحدي الثاني نشرب 2 لتر ديال الماء كونتيني يعني في دقه واحده. التحدي الثالث هو انني نحبس النفس تحت الماء لمده ديال دقيقه ونص اللي هي 90 ثانيه. انا كنقدر نحبس دقيقه بزز، واش نقدر نحبس دقيقه ونص الله اعلم. وقول لي نتوما واش التحديات تقدروا ديروهم. اندومي ما عرفتش واش ما عرفتش، المهم الحار فوا 2 غادي نمشي ندبر على شي اندوميه الحار فيها فوا 2 ونجربوها وناكلوها. المهم نمشيو نبداو الحلقه ديالنا. وقبل ما نبداو هذه الحلقه هذه بغيت نقول لكم بلي راه عندنا واحد الموقع خاص بالعسل. الموقع ديالنا حر 100.ma، النمره ديالنا 0633 20 68 76. اللي بغى شي حاجه ولا اللي بغى باك، كاين باك ديال ولدي غيت وكاين جوج باكات واحد اخرين. مرحبا بالجميع ونمشيو ندخلوا في الحلقه ديالنا. المهم ها هي خفت تدفق ليا من داك الحار ديالها، غادي نخرج للطبيعه باش الا غوت نغوت على خاطري. ها ريحتها حاره. شرط من الشروط اللي قال لي السيد انني ناكلها بلا ما نشرب ولا قطره ديال الماء، يعني ما نبقاش نبرد بالماء وداك الشيء. نشوفوا هاد اللعيبه الاولانيه واش تصدق لينا ولا لا، حيت انا عارف ديك اللعيبه ديال التنفس تحت الماء صعيب عليا شويه. دقيقه نقدر نصبر، دقيقه ونص بزاف. اجي عندي شي غواص دابا يقول لي راه ساهله، بالنسبه لك انت انا اخويا دقيقه دقيقه ونص نشوفوا معاه. الماء اسهل حاجه هو الماء. بسم الله يا ربي يا ربي تصبر يا ربي. كاين الحراره وكاين ناكلها. خاصني ما نمضغش. ما كنمضغش. شوف امك ولا نجمع فيه الدم. عيني غرغر غرغر. عويلي وفير شربي الحليب ولا شربي ديك الرضاعه ديال ولدك. شوف امك ولا كله دم. اوه فوا الطروه ديالها كي دايره. انا فايت مجرب واحد النهار فوا الطروه ولكن ما كملتهاش، فهمتي. دايرين فيها السودانيه تورق عرقت والله تعرقت. المهم التحدي الاول داك بلا ما نشرب الماء فمي كنحس بيه بحال باغي يريق من كثره الحراره. المهم التحدي الثاني ما عرفتش واش نشرب الماء، نيت الماء مزيان نشربه من وراء هاد اللعيبات. ماشي شرط انني نسالي هادي ومن وراها ما نشربش الماء، حيت خاصني نكمل التحدي. ملي كنحس فمي كيريق كثره الحراره كنحس فمي باغي يريق. انا ما غاديش نبقى نحط ستوريز في الانستغرام. كل ما ندير حلقه في يوتيوب نتوما غادي توليو تعطيني تحديات في الكومونتيرات، والكومونتيرات اللي غادي يجيبوا اللايكات بزاف غادي هما اللي ناخذهم كتحديات مره اخرى. كل حلقه غادي يكونوا فيها 3 تحديات، وإلا درت غير 2 من دوك 3 التحديات يعني راه كنتعتبر ربحت، الا درت غير واحد راني خسرت. دابا شنو اللي باقي ليا؟ نشرب 2 لتر ديال الماء ونبقى تحت الماء دقيقه ونص. نشوف داك 2 لتر ديال الماء ولاو نبرد. صور اليوم الغياب.
دزتي نص دقيقة. ها نص دقيقة. او وصلت دقيقه. ستة وربعين. غادي كنطلع. أقل من دقيقة بثانية. صافي جهدي هو دقيقه. المهم هذا هو جهدي. واحد في 130 كيلو كيحبس من نفس دقيقه، راه الله يجعل البركه بزاف. المهم هذا التحدي هذا ما صدقش ليا. دابا خاصني بالزمن نشرب 2 لتر ديال الماء، ولا غادي تحكموا عليا بشي عقوبه. انا ما في اللي يدير شي عقوبه، ما نكذبش عليكم راني معكاش. المهم هذا ما كان. تلاقاو في التحدي ديال الماء، راه تقاتل باش غادي نجوع راسي ونعطش راسي باش نشرب 2 لتر ديال الماء. التحدي الثالث. المهم ها هي قرعه ديال الماء 2 لتر. المهم كنصور بالسيلفي غتبان لكم مقلوبه 2 لتر. ها 2 لتر 2 لتر ديال الماء. الدراري وليت مقدر ولا عندي الستر. الشحمه كاين ماشي مشكل، راه نضريمه خفيفه تحيد. شدها شوف. الا درت التحدي هذا غادي نكون تعفيت من العقوبه. الا ما درتوش غادي تكون عندكم عقوبه تعطيوها ليا نديرها فريل ولا في ستوري انستغرام، والعقوبه نتوما اللي غادي تكتبوها بطبيعه الحال في لي كومونتير، والعقوبه اللي جابت اكثر جيم هي اللي غادي ندير. وكيف ما قلت لكم التحديات المره الجايين ما غاديش يبقاو في الانستغرام، يعني ما بقاش غادي نقول لكم ستوري عطوني التحدي، لا التحديات غادي يوليو من هنا كومونتيرات ديال اول فيديو ديال التحديات. هذا الفيديو ديال التحديات كنت باغي نديرو شحال هادي دابا طبق، وغادي نبقاو غاديين فيه تنوصلوا شي تحديات خرافيين. اوكي المهم على بركه الله الحال بدا كيتظلم حتى نشرب هذا الماء، ودابا راه قرب المغرب وغادي نعس الليل بعد ما غاديش نعس. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. عرفتي ما عرفتش واخا كرشي كنحس بها شويه خاوي، ولكن كنحس براسي ما عرفتش مخلوع. بسم الله. غادي نصيطو. شحال بقى؟ ما عرفت شحال دابا شربت. ها اللي بقى ما عرفت شحال هادي، شي اكثر من نص لتر هادي. لا كنحس بالموصل لهنا، كنحس بالموصل لهنا. ها اللي بقى. يا ربي يا ربي راه باغي ندير لا عقوبه لا والو. يا ربي. هود 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 هود. ليه كنحس بالمهنة والله حتى كنحس بمهنة. غريب اول مره نضرب جوج يطرو بحال هكا كنحس بكرشي بحالها. غنتقيا تقرعت. ما عمركم شي واحد كيشرب الماء كيتقرع؟ شرب الماء هذا. غنسول شات جي بي تي اضرار شرب 2 لتر من الماء. شرب لترين من الماء دفعه واحده، يعني مره واحده. انخفاض الصوديوم في الدم، تسمم الماء. نظف. اخطر النتائج كتسمى كيسبب اضطراب في التوازن بين الماء والاملاح في الجسم. ياك فراسيش هادشي. الضغط على الكليتين، الكلي خاصها وقت باش تصفي الماء زائد، واذا دخل كميه كبيره دفعه واحده كيتزاد عليها الضغط، ممكن تسبب تعب او الله يحفظ انتفاخ دماغ او الخلايا. الماء الزائد كيدخل في الخلايا، احساس بالاختناق او الغثيان. كنحس بيه دابا، اختناق او الغثيان جاني. نصيحه ما تشربش اكثر من 4 لتر كل مره، وخلي بيناتهم وقت. المعدل الطبيعي هو 2 لتر في اليوم كامل، ماشي دفعه واحده يا البغل.
ما كتبش البغل، ولكن مهم انا غير ما نديرش العقوبه وصافي. هذا ما كان ندير الضوء باش نبان لكم مزيان. المهم انا درت الضوء باش نبان لكم مزيان حيت بدا كيظلم الحال اكثر من القياس. المهم قدرت ندير بعد جوج تحديات، وكيف ما قلت لكم الا درت جوج ديال التحديات عوض ثلاثه، يعني اقل حاجه جوج ديال التحديات، ما غاديش ندير العقوبه. درت غير تحدي واحد هو اللي صدق لي، جوج الاخرين ما قدرتش عليهم العقوبه. دابا تفاديت العقوبه، يعني دابا في الكومونتيرات تكتبوا لي غير التحديات اللي ممكن ندير في الفيديو الجاي ان شاء الله. هذا الفيديو ديال التحديات نقدر ندير واحد في الشهر، الله يجعل البركه، راه بزاف عليا انا. باغي تقتلوني؟ باغي تقتلوني؟ المهم انا غادي نكون الاخر ديال الحلقه هذه، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم بطبيعه الحال، وهذا ما كان. تحياتي لكم كاملين، تشا الله.